السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة معانا أرنبة بابي ونحمر هي والدة. هنشوف هي والدة قد إيه، وهنقول مع بعض في الحلقة دي حاجة مهمة جدا يا جماعة بخصوص الأرانب اللي بيبقى فيها عدد كبير من الأرانب. ممكن تيجي قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وتبص تلاقيها ما فرشتش ولا نتفت ريش ولا عملت أي حاجة، وفجأة تبص تلاقي فيها أرنب صغير واحد واقع منها كده على السلك لوحده. الأرنب ده طبعا يا جماعة بيكون مصيره الموت عند ناس كتير من اللي بتربي أرانب، لأن هي ما بتولدش طبعا غير بعدها بيوم أو اتنين. فطبعا الارنب ده هي ما بتبقاش فرشت ولا بترضعه اصلا ولا بتهتم بيه، لان هي ما بتبقاش لسه ولدت ولا فيها وجع ولاده ولا فيها طلق ولا اي حاجه. فالارنب ده يا جماعه بيكون مصيره الموت. هنشوف مع بعض احنا عملنا ايه في الارنب ده. الارنبه دي طبعا كان فيها عدد كبير قبل ما تولد، يعني اول امبارح لقيتها والده ارنب صغير، لقيته واجع من السلك تحت. بدات ان انا احط لها قش وبتاع، لقيت على فاضل على ميعاد الولاده بتاعتها يوم. فطبعا لما ولدت لسه النهارده هنشوف احنا عملنا في الارنب ده ايه عشان يفضل حي. وهنشوف معانا طبعا العدد بتاع الارانب. قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه معانا يا جماعه بنقفل كده بالكرتونه بالابلكاشه دي زي ما عودناكم، وبنشوف مع بعض الارانب اهم. بسم الله ما شاء الله. هناخد شويه شعر كده نحطهم في العلبه دي عشان الارانب ما تسجحش طبعا، ونبدأ نعدهم يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، وفي واحد هنا ميت أهو تقريبا. دي العاشرة. هو 10 أرانب يا جماعة بسم الله ما شاء الله. في واحد ميت مفيش أي مشاكل، والأرانب اللي موجودة طبعا كلها تمام التمام مفيهاش أي مشكلة. طبعا الأرانب يا جماعة قلنا كان في واحد مولود قبل الأرنبة ما تولد بفترة، احنا حطيناها مع أم تانية بتاخد الأرنب اللي هو العاشر. يعني دول مع بعض هم دول كانوا 10 والأرنب بتاعها 11. احنا خدناها يا جماعة. يبقى الأرنبة دي كان فيها 11 أرنب، 10 موجودين معاها هم اللي هي ولدتهم المرة دي، والواحد اللي هي ولدته من بقاله يوم ده انا حطيته مع ام تانية عشان طبعا هي ما كانتش هترضعه ولا هتعتني بيه ولا اي حاجه. يبقى هو كده كان مصيره الموت، لان هي طبعا ما فرشتش ولا عملت العش ده غير لما جت تولد. هي كانت والدها على السلك وكنت حاطط لها الجش، ما فرشتش ولا عملت جش ولا عملت اي حاجه، وولدته كده وخلاص. فطبعا يا جماعه انا خدته حطيته لام تانية كانت والده طبعا قبلها بيومين ثلاثه، بس ما فيش مشكله، هو مع اولادها عادي، وانقذناه طبعا من الموت. والام بتولد بعدها عادي مفيش اي مشاكل، بتصطبر عليها. في ناس بتجري تبدا ان هي تدي طلق صناعي، تقول الارنبه مثلا هيحصل لاولادها حاجه. في طبعا حالات لازم ندي فيها طلق صناعي، هنقولها برضو في الفيديو ده عشان نبقى كملنا لمينا الموضوع كله. الحالات يا جماعه اللي احنا لازم ندي فيها طلق صناعي، اللي الارنبه بتكون نزلت دم، يعني ولدت ارنب واحد او اتنين وفرشت وبدات ان هي فيها ارانب لسه، وبدات ان هي منزله دم والولاده بتاعتها بتكون متعثره. انما الارنبه يا جماعه لما تكون مفيش اي اعراض عليها من اعراض الولاده، الارنبه لسه ما فرشتش، الارنبه ما فيش تحتها اي افرازات، ما فيش تحتها اي دم، الارنبه لسه ميعاد الولاده بتاعها برضو فاضل له يوم. ده نقطه برضو مهمه جدا. كل المؤشرات دي يا جماعه بتقول ان لسه ميعاد الولاده ما جاش، والارنبه مش جلجانه وبتاكل عادي وبتشرب عادي. فطبعا كل ده يا جماعه بيأكد لنا لسه ميعاد الولاده ما جاش. والارنب ده نزل منها نتيجه ان هي كان فيها 11 ارنب، عدد كبير برضه، وهي بتحزق مثلا بتعمل حمام ولا حاجه، الارنب ان هو فلت منها ما عرفتش طبعا تحوشه. فطبعا دي يا جماعه نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. انما الارنبه طبعا ممكن تكون فرشت وبدات ان هي في الولاده فعلا
وولدت ارنب او ارنبين، وبدات ان في ارنب في السكه ميت، او في ارنب حجمه كبير مش عارفه تولده، فطبعا كل ده يا جماعه بيعمل تعثر في الولاده. فالطلق الطبيعي بتاع الارنبه ما بيبقاش بالكفاءه العاليه ان هي تزج تنزل الارانب ديت اللي هي متحاشى فيها دي، سواء كان حجمه كبير او ميت. فطبعا لازم ان احنا ندي في الحاله دي طلق صناعي، لان في الحاله ديت بقيه الارانب كلها هتموت لو ما نزلتش في ميعادها. لازم ان احنا طبعا نراعي بالنا من الحالات دي كويس، اللي قلناها طبعا زي ميعاد الولاده، زي طبعا حاله الارنبه نفسها، زي ان هي ما فيش افرازات تحتها وما فرشتش والكلام ده كله. كل ده يا جماعه يبقى ما فيش ميعاد ولاده. الارنبه فرشت بدات ان هي ولدت ارنب فعلا، او نازل عليها دم او الكلام ده كله، وميعاد الولاده بتاعتها عدى، يبقى طبعا لازم ان احنا في الحاله دي نتدخل وندي طلق صناعي، يا اما سين بشري، يا اما طبعا طلق بيطري عادي. بكده يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.